سلام سلام حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي. كيما يقولوا بهوة القندورة ليمونش. واليوم جبتلك بليمونش اللي كامل هبلتوا عليه، الفولار بالطيات. نحتاج في هذا المونش نص متر فولار، والتزيين يكون اختياري. نبداو على بركة الله وندير أشرطة. عرض الشريط 9 سنتيمتر. نعين نقاط هكذا تكون متباعدة على القماش، وتكون على استقامية هكذا هكذا. نوصل بين النقاط باش يجيني الشريط تاعي متوازي، يجيني الشريط قد قد ما يجيش فيه اعوجاج هكذا. هكذا نقص الشريط الأول، بنفس الطريقة ندير أشرطة على كل القماش هكذا. نقص الأشرطة بالعقل على خاطر الفولار يتحرك. هكذا بعد ما قصيت كل الأشرطة نخيط الأشرطة في بعضهم، نطوي الشريط على 2 ونخيطه ونزيد ندير له سوغفيلاج بالماشينة، واللي عندها السورجي دير بالسورجي وهكذا. الآن نروح للمونش تاعي اللي كنت فصلته قبل. نعطيكم القياسات فقط. عرض المونش 18 سنتيمتر والطول 19 سنتيمتر هكذا. نعين المنتصف بالمقص هكذا. نكفف المونش بالماشينة ونرجع. بعد ما كفنا المونش ووجدنا الأشرطة، نحط الشريط على المونش. الشريط ما يكونش مع المونش، نهبط الشريط يكون خارج على المونش هكذا، وندير طيات. المبتدئات نديروا باللازيبانجل أو المساسك بهذه الطريقة. باش ما يعوجديش المونش. بعد ما ركبناه بالمساسك نروح نخيطوه بالماشينة هكذا هكذا. نحي المساسك من المونش هكذا، ونزيد هكذا. شوفوا الفولار كيفاش هابط على المونش كيما هكا. دركا نديرو الشريط الآخر بهذه الطريقة. اللي ما تقدرش دير بالمساسك، اللي تقدر تخدم طول بالماشين هكذا.
والآن هذه الطريقة تاع المونش سهلة، أي وحدة تقدر تديرو حتى المبتدئات. هكذا. بعد ما لصقت كل الأشرطة كما تشوفوا هكذا، نروح لليمونش ونلصق جوانب تاع الشريط بالمساسك هكذا. هكذا. الآن نروح نخيطوا الجوانب بالماشينة باش يجيو لاصقين في المونش هكذا هكذا. هكذا. بعد ما كملت وخيطت الجوانب تاع الشريط في المونش وخصيت الزوائد من الفولار، وهذا هو الشكل النهائي تاع المونش. مفرفر، يهبل. نتمنى يكون عجبكم، وإن شاء الله المرة الجاية نخيطوا القندورة تاع المونش هذا. وإلى اللقاء في فيديو القادم إن شاء الله.